ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقه جديده وشقه من اشيك واجمل الشقق المصريه اللي قدمتها على القناه. حلوه قوي، حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. دعوه حلوه من قلوبكم لاصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم. حطوا لنا لايك لاول النهارده، ولاول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا جدا من الافكار اللي بنقدمها والديكورات اللي بنقدمها. بصوا بقى التفاصيل. النهارده المهندس اللي مسؤول عن تشطيب الشقه هيعرض لنا كل التفاصيل بشكل حلو جدا. بصوا هنا المكتبه بتاعه التلفزيون ده بديل الرخام. بصوا الشكل والمكتبه حلوه قوي، شايفين التفاصيل حلوه جدا. الشركة الهندسية إبداع للتشطيبات والديكور هي المسؤولة عن التشطيب ده. هنا أنتريه مودرن شكله سيمبل قوي، أو ركنة مودرن. بصوا ألوان والكوشنز أبيض مفتح مع درجات الجولد، برضو داخل ستانلس في الأنتريه. هنا بقى بصوا النيشة القمر دي حلوة قوي، يعني هي نيشة أو تحط فيها بقى أي أكسسوارز حلوة جدا. هندخل بقى هنا الحمام الاول اللي في الريسبشن، وبعدين هنطلع بقى نشوف اوض النوم وتفاصيل القمر اللي هنشوفها احلى. بصوا الحمام، شايفين السيراميك ده حلو قوي اللي ورا المرايه، وبرده ورا التويليت. يعني عفش، ديكور، سباكه، دهانات، كل ده الشركه الهندسيه هي اللي عاملاه. بصوا هنا، بصوا الكونسول شكله مختلف من المرايه بتاعته. طبعا الجزء الخشب، شايفين الاضاءه بتاع السلم. بصوا الجمال هنا بتاع الجزء ده. هندخل بقى دلوقتي، تعالوا بقى كده مع الباشمهندس نشوف التفاصيل الحلوه جدا اللي بجد الشقه دي معموله باتقان ومعموله بحب. دي الاوضه الماستر، مختلفه وبيعجبني دايما ان احنا نبقى اتفرج على ديكور مختلف، على تفاصيل مختلفه. بصوا الدولاب سيمبل قوي، شكل فندقي. بصوا هنا حلوه قوي الاوضه هي شبابيه اكتر من ان هي تكون اوضه ماستر. بصوا هنتفرج مع بعض. ده ليفينج سيمبل برضو. بصوا هنا شايفين بديل الرخام اللي ورا ده. الركنه دايما في الليفينج بتكون دايما تحاولي تعمليها مريحه، عشان بتستخدميها كسرير بتتفرجي براحتك، فلازم تكون عريضه شويه عشان تبقى مريحه ليكي وانت قاعده بتتفرجي. ده حمام تاني اهو، جبنا شاور. بص تفاصيله، برضو في اضاءه هنا في المرايات، الوانه وتفاصيله والتشطيب بتاعه حلو قوي. شابوه بجد، المكتب الهندسي ابداع فعلا، في ابداع في الشقه دي وفكر جديد، ان انا بتفرج على شقه بفكر جديد. طبعا مساحة الشقة بسم الله ما شاء الله واسعة، فهو متحكم بقى براحته. بصوا هنا المراية، بصوا البساطة والجمال في السرير حلو قوي قوي، مفيش تفاصيل كتير. بصوا الدولاب، بصوا المكتب، الكرسي بانك بدرجات السرير، بالسجاد الشاي اللي حضراتكم شايفينه تحت. قد ايه البساطة والاختلاف، عجبني جدا وشددني اختلاف الشقة دي كلها. ندخل تاني في أوضة تانية وتصميم مختلف. بصوا النجف في الإضاءة، يعني هي هنا مجهزة بقى. الأوض دي كمان شبابية أكتر منها أوض أطفال، فتبقى حلوة جدا. وبصوا البساطة اللي فيها. الأبيض طبعا، ألوان الدهانات في الحوائط أبيض تحفة، بيليق معاه بقى كل أي أكسسوارز، أي طابلوهات حلوة قوي. بصوا ده مطبخ، يعني ده مطبخ مشروبات واستغلال طبعا تحت السلم، أو بيسموه مش مطبخ سخن أو الطبخ فيه، ده زي كاب كورنر، حاجة بسيطة كده لتحت. طبعا المطبخ الأساسي تاني فوق اهو. هنطلع بقى السلم، بصوا البارتيشنات اللي بالستانلس حلوة جدا. بصوا الإضاءة اللي في السلم، السلم تحفة، تصميم مختلف. فواصل أو البارتيشنات الخشب كتير في الشقة بس حلوة وعاتية الشكل. بقى ندخل بقى نشوف الدور التاني وإيه الجمال اللي فيه. ده المطبخ الأساسي أهو. بصوا يا بنات متحمقين كده في وش الدور الأساسي اللي فوق المطبخ. بصوا مساحته، تقسيمته، الألوان اللي فيه. ايه تقولوا بقى رأيكم في الشقة القمر حرفيا دي؟
بصوا شكل التشطيب المطبخ حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لايكات كتير لقمر النهارده، وعاوزه اعرف رايكم في الفيديو النهارده، وبجد شابوه ابداع. ابداع فعلا في الشقه دي، وكل جزء في الشقه معمول حلو قوي. بصوا النيشه هنا قمر، شايفين بقى الجمال. شوفوا بقى جمال السفرة المختلفة تماما عن أي سفرة ممكن تشوفيها، والجرأة إن أنا أعمل حاجة مختلفة، وأعتقد إن ممكن ما يعجبش حد أو تبقى غريبة. حلوة أوي السفرة. الأكسسوارز سامبل أوي. بصوا الجمال، بصوا جمال النيش نفسه حلو، بالإضاءة اللي فيه، بالبساطة اللي فيه. كمية كاسات كتير، كمية أطباق كتير، لأ سيمبل جدا، وفي نفس الوقت عتيدي. الهدف إن يبقى بيتي شيك ومريح. بصوا جمال السفرة هنا عامل ازاي. بصوا جمال النيش. بصوا يا بنات البساطة اللي في النيش، لازم يكون عندي حاجات كتيرة جدا. انتوا شايفين قد ايه الشقة فخمة ومتكلفة، يعني المستوى الاجتماعي هنا عالي، ومع ذلك أنا مش جايبة كميات كتير من الصين والحاجات حاطة في النيش. يعني بصوا طقم فضة تحت، طقم في فناجين قهوة سيمبل قوي. عاجبني جدا افكارهم. العروسه القمر دي بجد يسلم ذوقك في اختيارك، في تفاصيلك حلوه جدا. شايفين بقى الريسبشن فوق تحفه. بصوا الالوان، بصوا الانتريه المودرن اللي هنا، وجود الخشب مع الستانلس عاتي عاتي. قيمه للاساس قوي، وعاتي شكل راقي وعاطي، بحس ان قطعه موبيليا او كل حاجه فيها قيمتها العاليه. بصوا ده الباب خشب اهو. بصوا هنا برضو قاعدة تلفزيون او شاشة برضو وراها بديل الخشب اهو، بديل الرخام اسفة، مكتبة خشب بتاع التلفزيون. اتمنى ان فيديو النهاردة فعلا يكون عجب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكرة، واستمتعتوا بالتفاصيل اللي في الفيديو. بصوا بقى الجمال هنا تحفة. مرجيحة بقى بقعدة سيمبل قوي، بفيو رائع جدا، متقفل الجزء ده حلو قوي قوي. الجزء بقى شوي وبراحتك بقى هنا. الفيديو ده اعتقد ان فيه افكار كتير جدا هتعجبكم، يعني لسه لمسات بسيطه كده والشقه تفرش الفرش النهائي. بس بصوا وجود الزرع والتفاصيل دي. لايكات كتير لقمر النهارده، وتشوف تعليقاتكم القمر على فيديو النهارده، واتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده. بصوا البيوت تحفه تحفه. ربنا يهني اصحاب الشقه، وشابوه للابداع للتشطيبات. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.